حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ انا عندي اليوم بسكت على البارد. هذا البسكت، هذا عندنا كاكاو ونشا وحليب وسكر، وهنا عندنا اني هذا ثخنته، هذا بالنهاية نخليه. هسه شو نسوي؟ نغطسها هنا، نجيبها نخليها هنا. اعذروني يعني الكاميرا لا تصير منا يعني كامشة الكاميرا بإيد ودا اسوي بإيد. وهاي الجوانب لا تحيروني، نفس الشي خلوهن. هاي النص هم استفادوا منه نفس الشي. نرجع نسوي بالعكس، عكس البسكتاية على الظهر. يعني ما يحتاج لها وراها مرة ما تكملون ان شاء الله. نخليها بالثلاجة تجفى ساعة النوم. هنا هاي الجوانب هم نفس الشي ذلك. هسه عكس. ليش اسوي وحدة بالظهر ووحدة على الوجه؟ حتى يتماسكن. ايش حبايب، شوفوا هاي هسه على الظهر، خليها على الوجه. ان شاء الله اكمل وارجع لكم. سحطها بالثلاجة ومن نطلعها نشوفكم اياها. هاي بسكت على البارد او كيك على البارد، لها تسميات هواي. حبايبي هاي الشكل النهائي الكيك الباردة او البسكت البارد. هاي بس من حطيته بالثلاجة في تقريبا ساعة ونص لحد ما شوي تتماسك طلعتها. يسلمكم العافية حبايبي، لا تنسون اللايك والاشتراك، تعليق. مع السلامة.